زكريا الوردي قرر إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك بشكل كبير. وتم الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور على إنهاء التعاقد بين زكريا الوردي اللاعب المغربي لاعب نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك. وده بعد أن شعر اللاعب بخيبة أمل، وشعر إن هو لن يستطيع أن يقدم كل ما لديه، ولن يقدم ولن يظهر بمستواه الحقيقي بنسبة كبيرة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد أن تسبب اللاعب في ضياع بطولات السوبر. فأول مشاركة له أمام الأهلي المصري في مباراة السوبر التي جمعت الفريقين في الإمارات العربية الشقيقة. وتلقى اللاعب هجوم كبير من قبل العديد من الجماهير البيضاء، اللي حملت اللاعب مسؤولية الهزيمة من الغريم التقليدي النادي الأهلي بسبب الخطأ اللي ارتكبه في قبل نهاية الشوط الأول، وأهدى الكرة لسافيو اللي سجل هدف الأهلي. لا تنسوا دعمنا باللايك والشير.